ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا موجود النهارده في فيينا، وزي ما صورنا تجربه ان احنا سالنا مصريين في التشيك عن مرتباتهم وعرفنا متوسط المرتبات وكل حاجه ليها علاقه بالمرتبات والسكن بالنسبه للمصريين في التشيك. هنكرر النهارده نفس التجربه بس مع المصريين اللي عايشين في فيينا، وهيعرف كل حاجه ليها علاقه بالمرتبات والسكن والايجارات والمعيشه في فيينا او النمسا عامه. فتعالوا نسالهم ونشوف ردهم هيكون ايه. حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. ممكن تعرفنا حضرتك؟ انا اسمي عمرو الطوخي، مقيم في النمسا في فيينا بالذات من حوالي 33 سنه. ما شاء الله. يعني حضرتك ممكن تكون مثلا اقدم مصري موجود في فيينا ولا في ناس؟ لا في، انا جيت هنا كان في مصريين موجودين. اقدم مصري وصل هنا وصل في عهد عبد الناصر في الستينيات. تمام. وطبعا في عماده للمصريين هنا، فكان العميد وكل ما بيتوفى العميد بيشوف مين اللي اقدم بعديه وبيمسك، ففي ناس من الستينيات والسبعينات موجوده. طيب حضرتك كنت شغال هنا في النمسا، كنت شغال ايه قبل كده؟ لا اشتغلت في مجالات كتير، لان احنا لما بنيجي ما بنشتغلش طبعا بالمؤهل او بالخبره اللي احنا بنعرفها، بنشتغل باللي موجود في السوق. تمام. فكان في فتره الدليفري للشركات اللي هو تشتغل نقل بجهاز ووكي توكي اللي هو بيجي لك لاسلكي، انت المفروض تعمل ايه، تروح فين، تنقل الحاجات. واشتغلت برضو على عربيه نقل صغيره تبع زي مخابز وكده، واشتغلت في التامينات اللي هو شغلانات كتيره. يعني اشتغلت شغلانات مختلفه لدرجه ان هنا اول ما ماكدونالد فتح، وكان برضو كنت اشتغلت فيه فتره حوالي 6 اشهر. اشتغلت في محلات زي تويز ار اس اللي هي معروفه للعب الاطفال، لكن في اخر المشوار اشتغلت في شركه تامينات. تمام. عدد المصريين هنا في فيينا كتير؟ والله احنا عددنا يعتبر بالنسبه للاجانب مش كتير. احنا كنا نعتبر كتير في الثمانينات لان كنا ظاهرين شويه، لكن فيما بعد بعدد الهنود والباكستان ولما حصلت الحروب وجه العراقيين وجه السوريين تعدادنا كعرب كتير، لكن كمصريين مش كتير. اعتقد ان احنا ما نتخطاش ال 30,000. تمام. ايه اكتر الوظائف اللي شغالين فيها المصريين هنا في فيينا؟ بص يا سيدي، هي تنقسم لقسمين اكتر عماله مصريين موجودين فيها: المطاعم تمام والتاكسي. وبعد كده بقى متفرقين في اللي طبعا مش شغالين شغلانات كويسه، في عندنا دكاتره وفي عندنا محاميين وفي عندنا وظائف كويسه جدا، وفي اللي شغالين في المستشفيات مثلا بس مش دكاتره وكده، لكن الاغلبيه شغالين في قطاع المطاعم وبعديها يجي قطاع التاكسي يعني. طيب لو سألت حضرتك المصريين اللي شغالين هنا رينج المرتبات بتاعهم قد ايه؟ هل ممكن حضرتك عندك فكره؟ هقول لحضرتك على حاجه، هو مش عشان المصريين، هو تقريبا في رينج للعماله هنا كلها يبتدي اقل شيء من 1200 في الشهر. طيب ده حضرتك بس صافي ولا بعد الضرايب وتخصم؟ لا ده صافي بدون ضرايب، 1200 يورو في الشهر. والمرتبات الطبيعيه 1700 1800. في وظائف بتزيد، وبعدين في عندنا مثلا اللي شغال في مصانع ألبان أو في مخابز فبيعمل جزء من ورديات الليل، فبيبقى ليه علاوة عليها، فبص ليه مرتباته متخطية ال 2000. أو اللي شغال في وظائف مميزة، يعني ما هياش عمالة يدوية، اللي شغال في وظائف مميزة تبص ليه مرتبه بيتخطى ال 2000. أقصى حاجة أعتقد 2500 2700. تمام. والإيجارات هنا بتبقى رينجها إيه بالظبط بالنسبة للعيلة؟ لو بتكلم مثلا واحد ومراته مثلا وطفلين. عندنا المساكن لا إما خاصة تروح تأجرها، لا إما تبع الحكومة. لو انت بتأجر من الحكومة حضرتك لازم يكون ليك هنا على الأقل 3 سنين، يكون معاك إقامة وتنتظر على الأقل 3 سنين لما تاخد. بيبقى لو أخدت في الحكومة بيبقى المتر ب 10 يورو، يعني لو حضرتك ساكن في 60 متر تدفع 600 يورو إيجار. لكن لو هتسكن في بيرفات البرايفت بتبقى عملية عرض وطلب، فممكن اللي هو المساحة 60 متر تاخدها ب 900 يورو على حسب موقع الحي بتاعها. وجوه الحي موقعها موقعها فين من الخدمات القريبه منها. طيب حضرتك الاسره المصريه اللي عايشه في فيينا بتحتاج فلوس قد ايه عشان تقدر تعيش؟ نفترض ان هو اب وام وطفلين مثلا حوالي 2500 يورو. 2500 يورو. طيب وده بالنسبه يعني ده لو انت حضرتك قلت في ناس بتاخد مثلا 1200 1300، بقيه الفلوس دي بيبقى في مساعدات ولا هو بيقدر يكمل الفلوس دي ازاي؟ المساعدات بيحصل عليها لو هو حاجه من الاثنين. لو الطفل اتولد هنا فالطفل الام طبيعي بيبقى ليها 3 سنين رعايه. ماشي. ده حضرتك ده حتى لو هي مش من النمسا، حتى لو مصريه مثلا عندها اقامه. طالما عندها اقامه سليمه وزوجها اقامته سليمه وشغال وبيدفع ضرايب، بيبقى ليها 3 سنين رعايه طفل تاخد عليه مرتب 600 يورو في الشهر.
وممكن تختصر الفتره ديت لسنتين فيزيد المرتب ل 800، وممكن تختصرها لسنه فيتخطى ال 1000. المهم ان ليها باكج تقسمه على 3 سنين، والطفل نفسه بيتعمل له مصروف حتى لو مش نمساوي. على فكره لو الطفل اتولد هنا ما يبقاش نمساوي الا لو احد الوالدين نمساوي. يعني لو اتولد هنا ما ياخدش جنسيه؟ ما ياخدش جنسيه، لكن ياخد مصروف لغايه لما يبقى 18 سنه، يعمل له مصروف 64 يورو في الشهر. ده من الدوله؟ ده من الدوله لاي طفل عايش هنا هو لغايه لما يتم 18. لو تخطى ال 18 ولسه في الدراسه المصروف بيستمر معاه. في حاله ان الزوج والزوجه مرتبهم مش كافي، لو واحد فيهم حاصل على الجنسيه النمساويه يقدر ياخد ساعتها مساعدات من البلد. بيشوفوا الحد الادنى للعيشه الكريمه اللي هي تتوفر مثلا في 2500 2700 ويكملوا له المرتب بتاعه للمبلغ دوت، باشتراطات طبعا ان هو يكون شغال، زوجته تكون شغاله، يكون الاولاد في المدارس وحاجات زي كده. هنا ما فيش حد بيقعد في البيت، يعني هو كله شغال. طيب بالنسبه للمصريين اللي هنا، حضرتك شايف ان الحياه هنا يعني مجزيه؟ مثلا الواحد ممكن يسيب مصر او حد مثلا جاله عرض في شركه او اي حاجه ويجي يعيش هنا، ولا الحياه هنا صعبه وزي الناس متخيله في مصر هو هيجي هياخد مثلا مبلغ كذا، ولا الحياه هنا عامله ازاي؟ هو هيبقى عنده طبعا في الاول شويه مشاكل للتاقلم لان اللغه صعبه كتير. احنا عندنا اللغه الالمانيه هي اللغه الرسميه. انا انصح اي حد يقدر يجي يتغرب ويعيش هنا اهوت يا ريت. ليه بقى؟ عندنا الرعايه الطبيه، طالما انت حضرتك، انا بتكلم على اي واحد عنده اقامه رسمي. تمام. كلام رسمي. الاقامه يعني الرعايه الطبيه مجانيه، العلاج عند الدكاتره بالمستشفيات، العمليات، الولاده، رعايه الاطفال، كل ده بالمجان، التعليم بالمجان وعلى ارقى مستوى. الكلاس هنا بالكتير لما يوصل ل 20 يقولوا انه في كثافه في الكلاس، الفصل الواحد. الطفل من حقه ينقطع عن الدراسه ابتداء من سن 15، قبل كده ممنوع. عشان كده هنا ما فيش اميه تماما، مفيش حاجه اسمها ابنك ما يخشش مدرسه. تمام. اللي ما يبعتش ابنه للمدرسه في الاول بياخد غرامه ماليه وبعد كده بيتسجن وياخدوا منه الطفل وهم يرسلوه للمدرسه. هل المصريين اللي عايشين هنا وبالذات لو قلنا عن الستات المحجبات بيقابلوا اي نوع من العنصريه، ولا الدنيا عامله ازاي بالنسبه لهم؟ احنا للاسف عشان جينا زمان قوي وما كانش حاجه، ما كانش فيه وعي جامد اول حاجه، وما كانش فيه انترنت، وما كانش فيه ثقافه التعايش مع بعض. فكان اي واحده مثلا بتبقى بحجاب بتبقى ملفته وفي نفس الوقت بتاخد بعض الشتايم وهي في المواصلات. ده الكلام ده من قد ايه مثلا؟ لا ده الكلام ده كان في الثمانينات والتسعينات بالكتير. في المواصلات مثلا حد يخبطها، يتعمدوا ان هم يضايقوها. فيما بعد انتشر الحجاب، وخاصة ان في سياح كتير عرب ابتدوا يجوا، وكانت مربحة جدا للنمسا لان النمسا دخلها الاساسي من السياحة والكريستال، ما عندناش صناعات ثقيلة يعني. فتقبلوا العرب، والعرب انتشروا في كل مكان كسياحة وبيعملوا دخل كويس جدا. فبقت فكرة الحجاب مقبولة، مش مفضلة، مقبولة. وابتدوا يسألوا طب احنا ليه بنلبس كده؟ كان الاول ما بيسألوش، كان الاول بيهاجموا. فيما بعد بقت عندهم عايزين يفهموا، ولما ابتدوا يفهموا ابتدوا يتقبلوها. واوتوماتيك لما الجيل الثاني بتاعنا طلع، وفي عندنا بنات من اللي احنا خلفناهم، بناتنا يعني بقوا محجبات ودخلوا في المدارس ودخلوا في الشغل، ابتدوا يلاحظوا الفرق ما بينهم. الاولاد عندنا ما بيشربوش كحول، وديت مشكله كبيره هنا، كحولات. البنات عندهم نوع من الالتزام، ما فيش سهر، ما فيش ديسكوهات. البنت هنا بتروح الديسكو بترجع سكرانه مش عارفه هي قابلت مين. فلقوا ان احنا عندنا في اختلاف في الاخلاقيات كميزه مش كعيوب. كعيوب بقى عندنا في للاسف التقوقع. تبص تلاقي دايما الاسر المصريه تدور على نفسها وتتصاحب، نادر لما يختلطوا باسر اجنبيه، وكذلك السوريين والعراقيين وهكذا. في اي مشاكل هنا المصريين بيعملوها، او اي اكتر مشاكل مثلا ممكن المصريين بيعملوها في فيينا او في النمسا بشكل عام؟ طبعا المصريين في البدايه لما بيجي هنا متوقع ان هو يعيش بطريقه مصر، ان هو ايه، المواصلات هنا انت بتشتري التيكت ومحدش بيعمل عليك كنترول. المفروض ان انت بتشتري التيكت، فهو لما بيشوف ان ما فيش حد بيعمل عليه كنترول بيركب من غير تيكت لغايه لما يتمسك. بالظبط، عندنا في فهلاوي. وللاسف لما بتجيله الغرامه بياخدها يقطعها او ما يدفعش كمان. ما هو معتقد كده بقى ان هو خلاص خد الغرامه، فما يعرفش ان هي بيدوروا عليه وتتزايد لغايه لما في مره بيسجل نفسه في شغل، بيسجل نفسه في سكن، في اي حاجه، يفوجئ ان بقت مبلغ كبير وتجيله. فنظام الفهلاوي هنا ما يمشيش. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما بننزل شغل ما عندناش نقطه الالتزام. بقول برضو في الاول اللي جاي جديد هنا حريص جدا انك تيجي في ميعادك وتمشي في ميعادك وتشتغل في وقت الشغل. مفيش حاجه اسمها تقعد تشرب شاي، تتكلم مع زميلك، تبص في التليفون، بتبقى الامور صعبه. فمن ضمن الحاجات اللي بتواجه المصريين كصعوبات الالتزام الجامد بالقوانين. مخالفه القوانين هنا صعبه قوي ورادعه على الكل. اي حاجه هتعملها اعرف تماما ان هي ليها توابع. ده بخلاف حضرتك الجو اللي احنا بنعاني منه، لان البروده شديده واحنا مش متعودين على كده في مصر. لكن صدقني حضرتك بعد فتره مش كبيره التأقلم بيحصل نوعا ما.
عندنا طبعا مشكله في الصوت العالي جدا اللي احنا بنتكلم بيه مع بعض، الدوشه جوه البيوت دي بيشتكي منها الجيران النمساويين، صوت التلفزيون العالي جدا، الحاجه مشغله الغساله الساعه 9 10 بالليل يجي لها بوليس. فهي كلها مشاكل محدوده وبسيطه، ومع الوقت بننتبه ليها وبنبتدي نتاقلم غصبا عننا حتى. شكرا جدا لحضرتك، وبشكرك انت حضرتك سجلت معانا. من مقابلتك كتير، واتمنى طبعا ان حضرتك والمتابعين بتاعك، انا متابعك دايما حبيبي على راسي، واتمنى لحضرتك التوفيق، ودايما حاجتك مميزه يعني محتواك مميز، واتمنى تستمر على نفس المنوال. شكرا جدا حضرتك. شكرا. دي كانت نهايه الفيديو. وانا الصراحه قابلت مصريين هنا كتير جدا، لان فيينا عايش فيها مصريين كتير جدا، بس تقريبا يعني 99% من المصريين اللي قابلتهم رفضوا ان هم يصوروا او يتكلموا عن حياتهم او مرتباتهم او نوع شغلهم او اي حاجه. فاحنا بنشكر الراجل اللي صور معانا، لان هو طبعا هو عايش هنا بقاله فتره كبيره، وادانا معلومات تقريبا يعني ما كناش نقدر ناخدها من اي حد. فانا بشكره مره ثانيه لان هو عرفنا كل المعلومات عن المعيشه والمصريين الموجودين هنا في فيينا او النمسا بشكل عام. ولو حابين نجرب نفس التجربه في بلاد ثانيه فممكن تحطوا لي كومنت ايه البلد اللي حابب نعرف فيها متوسط المرتبات والمعيشه بخصوص المصريين او العرب بشكل عام، فحط لي كده في كومنت. وما تنساش تتابع على الانستجرام. اشوفكم ان شاء الله في فلوجات جايه. السلام عليكم.